السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو هذه أتمنى من كل قلبي أن يسمعها الملك سلمان طال عمره، معليش طال عمره، وإن شاء الله يسمعوها كل المسؤولين في السعودية وكل أي مسؤول في الدول العربية وحكام المسلمين، لأنه خاصة الإعلاميين في القنوات الإعلامية، قناة الجزيرة الخبيثة ل 700 أكثر من 750 وفاة في الحادثة تاع البارح، وما في قناة حملت المسؤولية أو المسؤولين السعوديين الذين هم يعتقدون أنهم أرباب العالم، أنهم شعب الله المختار، أنهم حكام السعودية هم من يقررون حياة العالم وحياة كل شيء. لأنه صحيح أصبح العالم كله يشترونه بالمال، كل العالم، فرنسا، أمريكا، الإعلام الصهيوني يخضع للمال السعودي، وما في حدا يتجرأ أن يتكلم على السعودية، لأنه من يتكلم يسكتونه بالمال مثل العاهرة. نعم، فرنسا، أوروبا، أمريكا، أي إعلام العربي لا يتكلم عنه لأنه خاضع ومخضوع، وكلهم يعني لا حياة لمن تنادي. حتى من يتكلم ويرفع رأسه تقطع، وتقطع عليه الإعانات، وتقطع عليه الإشارات، وتقطع عليه كل شيء من طرف مسؤولين وطنه، بلده، حتى مو السعودية. لهذا أكثر من 750 ميت في السعودية، كارثة ما بعدها كارثة. ما هذا ما حل بها، ما حل بنا، ما حل بالمسلمين، ما حل. يعني يجب تغيير، يجب كما قالوا ناس يعني علماء وحكماء، يجب الحج أن يقرره وأن يساعد فيه كل الدول الإسلامية وتشارك في تنظيم الحج. السعودية، مكة ليست للسعودية وحدها، مكة، الحجاز أو الأرض المقدسة هي ملك للمسلمين وللإنسانية جمعاء. امتلكوا هذه هيمنة، هذا استعمار من طرف السعوديين. لهذا يعني أطلب، يعني أتمنى من كل الإعلاميين في الدول العربية لا تركعوا ولا تكونوا من الخانعين، فالتاريخ لن يرحم، فالتاريخ سيكتب أن الإعلام في هذه السنوات أنهم ركعوا للمال السعودي الأوروبي قبل العربي وقبل الإسلامي. لهذا أعزي عائلات الموتى، وإن شاء الله عظم الله أجركم، وإن شاء الله يكون موتاكم في الجنة. وأتمنى من المسؤولين السعوديين أن يغيروا سياستهم البذيئة الرديئة التي هي يعني مرتكزة على الكبرياء الفارغ، على الغطرسة، على من أنتم؟